موظف حكومي اسمه مسعود مش متجوز ومعجب بواحدة اسمها نور زميلته في الشغل، وكمان معجبة بيه ومستنياه يقول لها حاجة، بس شكله محرج يقول لها. مسعود ساكن لوحده وامه جايه تزوره من البلد، وبتتحايل عليه يمكن يوافق يتجوز بنت صاحبتها، وانه نفسها تشوف عياله قبل ما يجرى لها حاجه. قال لها انه كبير ويقدر يختار بنت الحلال، ولما يلاقيها يبقى يتجوز، واتكسف يقول لها عن نور. قاعد هو وامه بيتفرجوا على التلفزيون، وبيقلب في صفحه نور اتهور وبعت لها طلب صداقه. هي ما صدقت ووافقت على طول. مسعود بيصحى على رسالة من نور ليك في السينما، وهو كان طاير من الفرح وبيظبط نفسه وبيلبس الباروكة، وبعد ما جهز نفسه وخارج من البيت راح يطمن على أمه، لقاها ما بتتنفسش. الإسعاف قالوا إنه سبب الوفاة جلطة في الدماغ. كلم أخوه اللي اسمه موسى وقال له الخبر، وصية أمهم إنها تدفن في البلد. الجثة الإسعاف هيوصلها القرية اللي هما منها، ومسعود هيسافر فورا. ولما وصل قبل اخوه اللي اسمه موسى اللي قال له انت شكلك اتغير بقى عندك شعر. بعدها خده هيوصله البيت. موسى عنده ميكروباص بيوصل العيال، وفي البيت شاف الاوضه اللي هينام فيها مع اخوه اللي مزعل مراته. وعلى العشاء مرات موسى جابت مكرونه مسلوقه بالملح بتكسفه قدام اخوه، فضحته وقالت لمسعود ان اخوه سرق ذهبها وباعه واشترى الميكروباص اللي شغال عليه، وبتقول لجوزها انه الميكروباص ده حرام لانه فلوسه حرام. موسى ومراته بيتخانقوا، ومسعود مش فاضي بيقرا رسائل نور اللي بتعزيه في امه. موسى ومسعود بيتكلموا بكره الصبح جثه امهم هتوصل. مسعود عايز ينام، موسى قال له انا عندي شغل اخلصه وارجع انام شويه قبل الجنازه. مسعود راح ينام، واخوه بيجيب العده وبيحطها في العربيه. مسعود غير رايه وهيروح مع اخوه، بس هو ما يعرفش اخوه رايح فين. 3 رجاله في الموقف، ورابعهم اسمه صالح اللي قال لهم انا قرفت، كل مره بتقولوا الكنز كبير وفلوس كتير وفي الاخر على ما فيش. الياس قال له البوس كلمني واكد لي انه الكنز بالملايين. الميكروباص وصل، وصالح بيسأل مين ده؟ موسى قال له ده اخويا مسعود. صالح قال له انا فاكر انه ما عندوش شعر. مسعود قال له ده شامبو جديد بيطلع الشعر. مسعود قال لاخوه بقى معقوله نازل تدور على كنز ليله الجنازه؟ موسى رد عليه المشكله ان الموضوع ده صعب وما ينفعش يتاجل علشان ما يخلصوش علينا. البص كلم الياس بيطمن على الخطه، قال له كل حاجه تمام، هنحفر وكلها كام ساعه ونلاقي الحاجه اللي بتدور عليها، ولما تكلمني المره الجايه هسمعك الاخبار الحلوه. وصلوا الجبل، دخلوا الكهف، جهزوا العدة وبيحفروا. مسعود مالوش دعوة باللي هما بيعملوه. بعد شوية اللي اسمه صفوت نده عليهم وقال لهم في حاجة، وبيحفر زيادة عايز يطلعها. لقى جنبه عظم جثة. صفوت بيقول الكنز ده ملعون. جاني بيقول لهم ما تخافوش، اللعنة مش هتشتغل علينا. الياس حفر شوية وخاف. صفوت اتخانق معاه. الياس كان عايز يضربه ووقع في الحفرة لوحده من غير ما حد يلمسه ومات. الكل وقف مش عارفين يعملوا ايه. موسى نزل يشوفه، الراجل مش بيتنفس وموبايله بيرن. موسى قفله وحطه في جيبه. مسعود بيقول لهم الاسعاف يمكن يلحقوا الراجل. صالح قال لهم لا، احنا ما قربناش من الياس، هو وقع لوحده ومحدش هيقدر يتهمنا، بس المشكله اننا بنحفر في حته ممنوع حد يقرب لها، ودي فيها 10 سنين. موسى قال احنا بندور بقالنا زمان، احنا هنكمل والياس ربنا يرحمه. وبيخرج الكنز. مسعود بيقول لاخوه حرام عليك، بس مفيش فايده، محدش سمع كلامه. ولما طلعوا الكنز فيه صليب خشبي ومفيش حاجه تانية. صالح قال لهم البوس اكيد عايزه وهيدفع فيه. مسعود حاول معاهم يجيبوا الشرطه، قالوا له لا، الرجاله هيدفنوا الياس ومسعود وموسى هيروحوا. قبل ما يمشوا صالح قال لموسى الموبايل اللي معاك مهم جدا، لانه البوس هيكلمنا عليه واحنا ما نعرفش نمرته، اوعى يضيع منك، الكنز ما يسواش من غير الموبايل. اليوم اللي بعده راحوا المسرح يشوفوا امهم. المدير قال لهم ابوكم الله يرحمه. بيبصوا عليه، ابونا مين؟ دمنا. قال لهم انا اسف، حصل خطأ من عندنا، والجثه دي مش بتاعه امكم، في تشابه اسماء، تعالوا المكتب نتفاهم. قالوا له حرام عليك، احنا لازم ندفنها، ما ينفعش نتاخر اكتر من كده. قال لهم شويه وارجع لكم. جاني جه المكتب وخدهم معاه وقال لهم اكيد الشرطه هيسالوا على الياس، لو حد سالكم قولوا احنا خرجنا نصيد وهو تاه مننا، واكيد رجع بيتهم. المدير قال لهم انا اسف، امكم معرفش هي فين وهقول لكم لما اعرف. الشرطه راحت البيت عندهم. الشرطي قال لهم هتيجوا معانا القسم نسالكم كام سؤال عن صاحبكم الياس. مرات موسى بتقول للشرطي لو بتدوروا على حرامي هو حرامي وما بيتوبش. في القسم زهرة مرات الياس بتكلمه، بيرن بس مفيش حد بيرد.
الضابط بيسألهم امتى اخر مرة شفتوا الياس؟ قالوا احنا خرجنا رحلة صيد وكل واحد مننا بيدور في حتة، لما اتجمعنا من تاني الياس ما جاش، الحتة مقطوعة ومفيش ارسال، قلنا الراجل ده تاه ورجع بيتهم. زهرة بتقول للظابط دول كدابين، الياس قال لي انهم بيدوروا على كنز بس هم انكروا انه في كنز. الضابط قال للشرطي كلم شركة المحمول يقولوا لنا الموبايل بتاع الياس موجود فين، وبلغ فرقة البحث والإنقاذ من بكرة الصبح يدوروا عليه، وقال لأصحابه انتوا كمان لازم تساعدونا وتدوروا عليه معانا. موسى معاه الموبايل بتاع الياس، وزهرة كل شوية بترن على الموبايل بتاع جوزها، وفي مرة بالغلط موسى فتح الخط قفل بسرعة، وهي فهمت ان في حد معاه الموبايل بتاع جوزها. بعد اللي حصل موسى كان لازم يقفل الموبايل علشان الشرطة ما تعرفش مين اللي معاه الموبايل، بس المشكلة ان البص ما اتصلش لحد دلوقتي. الناس والشرطة بيدوروا على الياس. مسعود كان فرحان قوي ان نور بتطمن عليه. الشرطي كان بيكلم مسعود يمكن يغلط ويقول حاجة لانه متوتر وما بيعرفش يقول كلمتين على بعض. صفوت قال لهم انتوا اتأخرتوا، فلوسي فين؟ انا هروح عند صالح واخدها منه، ولو قال لا انا هخلص عليه. بيحاولوا معاه يستنى شوية بس هو مش عاجبه، ركب العربية رايح عند صالح وهيلحقوا صفوت قبل ما يروح عند صالح ويتخانق معاه. مسعود بيسوق وموسى بيقول له قرب منه نكلمه، قال لهم ملكوش دعوة أنا رايح عنده، وخبطهم بالعربية أكتر من مرة وبيحاول يخرجهم بره الطريق، بس مسعود وهو بيحاول يخلي العربية ماشية قدام خبط في العربية وخرجها بره، اتقلبت. وقفوا، مسعود بيزعق وبيقول لهم ما اقصدش. نزلوا يطمنوا عليه، مفيش حد في العربية، بيدوروا عليه. العربية لما اتقلبت صفوت طار بره العربية وحياته خلصت. ربنا يحمينا ويحميكم يا رب. مسعود بيعيط وجاني هيقرا له الفاتحة، وموسى بيقول لهم احنا لازم نهرب قبل ما حد يشوفنا. مسعود بيهزق اخوه، ايه المصايب دي كلها؟ كنز، قتل، حادثة، انا لولا امي اللي ما اتدفنتش لحد دلوقتي كان سبتك من زمان. المدير قال لهم للأسف جثة أمكم ما وصلتش وهي في بلد بعيد وهتوصل بعد يومين 3. الشرطة لقت جثة صفوت والشرطي عنده شك إنها مش حادثة عادية. صالح قعد معاهم وقال لهم إيه اللي حصل امبارح؟ أنا شامم ريحة خيانة. مسعود قال له هم ما عملوش حاجة، ده كان حادث، ما كنتش أقصد أخبطهم بس دي غلطتي. موسى قال لصالح ما تخافش، الشرطة سجلت صفوت حادثة عادية والموضوع اتقفل، المهم البص ما تكلمش، نعمل إيه؟ صالح قال له البص لو ما اتصلش دي مصيبة، محدش هيشتري، انت تخلي الموبايل معاك لحد ما يتكلم ولا البوليس هيجيبك. زهرة راحت عند موسى وقالت له انه الياس قال لها على حكاية الكنز. طب هو فين؟ قال لها كنز ايه؟ احنا خرجنا نصيد، مفيش كنز ولا حاجة، احنا اصحابه ولا يمكن نأذيه. البص اتصل، موسى لسه هيكلمه الموبايل شحنه قطع وحطه في الشاحن وشغله مرة تانية. الموبايل بيطلب نمرة مفتاح الشريحة واللي بتكون موجودة على كارت الشريحة، وموسى أكيد ما معوش الكارت. حاول يجرب من دماغه، ظهرت له رسالة مكتوب فيها فاضل لك محاولة واحدة بس. بعدها راح عند واحد بتاع موبايلات قال له محدش يقدر يفتح لك الشريحة والحل الوحيد انك تدور على كارت الشريحة. موسى عارف انه من غير كارت الموبايل ده مفيش فلوس وهيروح على بيت الياس يدور على كارت. زهرة حست انه في حد في البيت، خدت سلاح خلصت عليه. بعدها لقت الموبايل معاه وفهمت انه كان جاي يدور على مفتاح الشريحة وانه في احتمال كبير هو اللي اخفى جوزها. لفته ودفنته في الجنينة. موسى سرق دهب مراته وفي جثة جثتين، كل ده علشان ايه؟ هو كده الحرام ما بيدومش. مسعود رجع البيت واخوه مش موجود وبيكلمه موبايله مقفول، وكلم مرات اخوه بيسألها عنه، قالت له انها ما تعرفش هو فين ويا رب يروح جهنم، وقفلت السكة. تاني يوم الشرطي بيدور على موسى لقى مسعود نايم بره وقال له اخوك فين؟ قال له ما اعرفش وموبايله مقفول. الشرطي قال له الياس مختفي وفي جثة، انا متأكد انه في حكاية ورا الموضوع ده، واخوك لو ما ظهرش خلال 48 ساعة تعالى بلغ. مسعود بيغلط في اخوه اللي وقعه في المصايب. الشرطي بيكلم زهرة وبيقول لها انا مش مطمن، الياس مختفي وموسى بدور عليه مش لاقيه. قالت له مش ممكن صالح وجاني هما اللي ورا الحكاية دي خدوا الياس وخلصوا على صفوت. قال لها ممكن، ده احتمال كبير، انا هراقبهم بنفسي. مسعود راح عند زهرة يدور على اخوه، وقع ودماغه اتعورت. بعدها وهو بيكلمها سمع رنة موبايل اخوه اللي خده من الياس. هنا فهم انها خدت الموبايل وسألها موسى فين؟ ردت عليه انت تعرف الياس فين؟ هو فهم انها فهمت انه في حاجة، سكت وخرج بره البيت. بعدها صالح وجاني خدوه وبيسألوه موسى فين؟ وكنت بتعمل ايه عند زهرة؟ صالح اداله قلم ووقع الباروكة، ونور كانت بتتصل قال لهم انا بدور على اخويا.
الشرطي وصل عند الورشة وسمع صوت. صالح قال له الموبايل فين؟ قال له الموبايل مع زهرة، سمعت رنة الموبايل عندها. الشرطي جا وقال لهم الياس فين؟ مسعود وطى خد الموبايل والباروكة وهرب. الشرطي ضرب نار على جاني وصالح خلص عليه وخد الكنز وهرب. مسعود بيجري وايديه مربطة، ونور كلمته قالت له انها خافت عليه لانه ما بيردش، وانها وصلت المحطة ومستنية يجي ياخدها. بينده عليها من بعيد، قال لها انت مجنونة، انت ايه اللي جابك هنا؟ فكت ايديه ومسحت وشها من غير اسئلة. صالح بيخبي الكنز عند الشجرة. مسعود خدها عند زهرة وقال لها صالح هيجي يدور عليكي، انا قلت له ان الموبايل معاكي. هقول لك الحكايه من اولها، اخويا خدني معاهم وقعدوا يحفروا، وهو بيكلمها صالح جه وقال له ايه عايزه تقول لها على كل حاجه؟ هتشوف. بس على زهرة وقال لها فين الموبايل. نور لما شافت حبيب القلب بيتهدد مش هتسكت وضربت صالح على دماغه. زهرة سألت مسعود جوزها فين؟ قال لها حصلت خناقة وجوزك وقع لوحده من غير ما حد يلمسه، وبيحلف انه ملوش دعوة واللي حصل كانت حادثة. زهرة عرفت مصير جوزها، خدت شنطتها وسابت البيت. نور بتقوله انها كانت خايفة يجراله حاجة. الموبايل بيرن، اخيرا امه وصلت وهيعمل لها الجنازة. مع المصايب دي كلها نور بتحبه ومش هتسأله عن اللي حصل.